الناس خلاص ماشيه في الشارع عارفه يعني ايه فايبروميالجيا، وبيجوا لي في العياده ويقولوا يا دكتوره احنا عندنا فايبروميالجيا. بس الناس تعرف بقى ان في نوعين من الفايبروميالجيا. نوعين اولي اللي هو بيجي لوحده، وفي نوع تاني بيجي نتيجه لمرض مزمن تاني. ممكن الاعراض الفايبروميالجيا تظهر قبل اعراض المرض اللي مسببها. طب اصلا احنا كدكاتره بنقول للعيان انت عندك فايبروميالجيا اوليه ازاي؟ ان احنا بنعمل له كل الفحوصات وكل حاجه تسبب له الام، ما نلاقيهاش موجوده، يبقى ما عندناش حل الا الحاله دي تبقى فايبروميالجيا. لكن الفايبروميالجيا اللي بتبقى ثانويه بيبقى فيه مرض تاني مسببها كامن في الجسم ومش ظاهر لي، فبضطر الجا لسونار المفاصل، ان انا افحص العيان بسونار المفاصل علشان لو في حاجه مزمنه روماتيزميه مستخبيه. طب ليه انا في حالات الفايبروميالجيا بدور لو في مرض تاني مستخبي مسببها لي؟ لان انا مهما اعالج في الفايبروميالجيا وفي مرض مسببها العيان ما بيخفش معايا، فلازم ابحث ان في مرض مسببها ولا لا، نبتدي علاج فيه بدري فتبتدي اعراض الفايبروميالجيا دي تختفي. عشان كده المريض او المريضه اللي بيعاني من الفايبروميالجيا وماشي على علاج الفايبروميالجيا لازم يفحص نفسه دوريا عند طبيب متخصص لامراض روماتيزميه علشان يدور لو في مرض روماتيزمي مستخبي مسبب اعراض الفايبروميالجيا.